عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. ورسالتنا اليوم حاجة حلوة، عملت لكم كعيبات سابلي بنين ويذوبوا في الفم. ما نطولش عليكم وتعدي مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. وباش نستحقوا 250 جرام زبدة تكون طرية بحرارة الغرفة، 3 مغارف سكر محور و3 مغارف ماء عطرشية ولا ماء زهر، وبيان سور الفارينة اللي باش نلمو بها من بعد. اول حاجه باش نحطوا الزبده في البول متاعنا معها السكر، وباش نحاولوا نخلطوها بالسياسه بيديكم والا بالمغرفه كان نجمتوا. كما قاعدين تشوفوا تحركوا بيديكم، تحاولوا تدخلوا كميه السكر الكل في الزبده بالكدا من غير ما تعجنوا عجنين، جست تلموا لمين بيديكم حتى لين تتحصلوا على هكا بوماد متاع الزبده. في المرحلة هذه باش نزيد كمية الماء ورد ولا ماء زهر وإلا ماء عطرشية، الحاجة اللي تحبوا تفوقوا بها، وباش نكملوا نخلطوا الفارينة اللي باش نلموا بها العجين. بالنسبة للفارينة راني قعدت نزيد بشوية بشوية حتى لين زدت الكل في الكل تقريب 500 ولا 550 جرام هكيك. كما قلت لكم نقعدوا نزيدوا في كمية الفارينة بشوية بشوية. كما قاعدين تشوفوا منيش نعجن فيها البات، جست قاعدة نلم فيها لمين. كل ما نشوف انه زبدة شربت كمية الفارينة نكمل نزيد عليها البقية. ماذا بيكم كما قلت لكم ما تعجنوش، حاولوا تلموها بيديكم بالسياسة. وقت اللي الزبدة متاعنا تشرب الفارينة الكل نوصل للكمية اللي حشنا بها ونلموها بيدينا كما قاعدين تشوفوا من غير ما نعجنوا. كيفاش تعرفوا انه عجينة السابلي متاعنا نشحت؟ كي تجيو هكا تنحيو منها مورسو وما تجيكمش كما العجينة العادية تتلصق، تجيكم هكا كما السابلي معناتها تنحيها في ساعة ما تجيبين ايديكم. بهوني بعد كيشي خليت البات متاعي ارتاحت شويه في الفريجيدير باش تتلم، ومن بعد مديت بابي كويسون وحليتها بالقلقال. كان ريتوها هكا مازالت تتلصق شويه، ميصيرش رشوا عليها شويه فرينه، ما تكثروش من الفرينه، ما كانش تجيكم العجينه يابسه، جوست هكا ترشوا عليها رشه خفيفه ومن بعد تعودوا تحلوها بالكدا. بالنسبة للخشنة متاع كعبة السابلي ما تكونش خشينة برشا وما تكونش جويدة، بهي هكا تبدأ في المنظر. هوني خديت القالب متاع السابلي، أي نوع قالب تحبوه بيان سور. أني هوني اخترت باش نحط ديكور، انتو ما كان تحبوا أي نوع عندكم. حاسيلو بعد ما طبعناها الكل تشوفوا الخشنة متاعها كما قلت لكم ماهوش خشينة برشا وماهيش جويدة. حاولوا كان كريتوها بدأت تصعب عليكم نحيوها شوية هكا بالسكينة، وحطيتها في طبق متاع الفور. سخنت الفور متاعي على درجة 160 ولا 170، ماذا بيكم ما يكونش فور سخون برشا. ولا تحطوها في الفور مدة هكيك 10 ولا 15 دقيقة. هوني كان كما قاعدين تشوفوا الفاضل متاع البات مانيش قاعدة نعجن فيها، قاعدة نلم فيها لمين، ومن بعد هذيك نفس البول هذيك تخليوها ترتاح شوية وتعودوا تخدموا بها من بعد. هذه قبل ما ندخلها للفور كما قلت لكم، وهذه كي سابلي خرج من الفور. شوفوا ما شاء الله لا تحل ما تبدلش بالكل كيما حطيته قعد وخذيك الكولور المزيان هكا الدوغي. ومن بعد نخليها يبرد بالكدا. رد بالكم كي يبدا سخون هكا تحركوه يكون شويه فراجيل يكسر لكم. هوني جبت الكونفيتور متاعي، خديت هوني معجون متاع مشماش، كان حبيته متاع فريز كيما تحبوا. حطيت في الوسط هكا شويه ولاصقت الكعبه على الكعبه، وباش نخليهم كيف يشدوا في بعضهم بالكدا ويبردوا. وطاو باش نجيو لاخر مرحله واللي هي تغليف كعبه السابلي متاعي بالسكر محور. كاين حبيتوا تستغنيوا عليها المرحله هذه مش مشكل، تنجموا تخليوها كيكه سامبل. ما صدقوني راهو يزيدوا بنا السكر ويشرب السابلي السكر ويزيد يبنين. ولا كان حبيتوا تستغنيوا عليها مش مشكل. وبطبيعتنا نحن ما حطيناش برشا سكر في وسط البات. هوني كيفاش قصيت الكعبه صدقوني دوب في الفم في ساعة ما تتقص. حاسيلو ما نحكي لكمش بنينة برشا بالحق. سابلي ياسر ناجح، شوفوا كيفاش بسهولة تتقص.
وتوصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. كين جربتوها ونشحت لكم وعجبتكم ما تنسيوش باش ترجعوا لي على الكونت انستغرام تاعي. إن شاء الله نحط لكم اللين تحت الفيديو. ما تنسيوش كيف باش تشجعوني وتعملوا لي جيم وكومنتير على الفيديو وتشتركوا بالقناة كأنكم أول مرة تزوروا قناتي. وتوا نخليكم في أمان الله وحفظوا.